بيقول لك في التسعينيات ليلى علوي كانت راكبة الطيارة ومسافرة أوروبا علشان تحضر تكريم في مهرجان سينمائي، وشافها مطرب صعيدي لابس جلابية وعمة وما قدرش يشيل عينه من جمالها، اللي هو الراجل الكبارة اللي انتوا شايفينه على يمين الصورة ده. المطرب ده كان رايح يحيي حفلة هو كمان في أوروبا، وما كانش متخيل انه هيتشد الجمال ورقة ليلى علوي اللي كانت في الوقت ده في قمة مجدها الفني، وبشكل لا تلقائي راح لها المطرب ده وقال لها أنا معجب بيك يا فنانة وعاوز أتجوزك. ليلى علوي بصت له واعتذرت له وقالت له أنت من دنيا وأنا من دنيا تانية خالص، وهو بعدها قرر يحكي حكايته لكل الناس في أغنية مشهورة جدا. أنا حقيقة مش عارف إيه الأغنية، مين هو المطرب ده، وإيه رد فعله على اللي حصل من ليلى علوي، وإيه الأغنية اللي غناها لها. إن شاء الله لما توصلني أبقى أنشرها لكم في فيديو. ولو كنت مع الراجل ده كانت صدقت في مقولة يا أحمد عاود، يا أحمد لا، يا أحمد حرام عليك. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.